كنوز من الصيدلية هتغنيكي عن حاجات بتدفعي فيها الافات. الحاجات اللي انا جايبها لك النهارده سعرها لا يتعدى ال100 جنيه. لازم تستخدميها وتجربيها حتى لو ما عملتش اي افكت معاكي، فالنتيجة بتاعتها مرضية جدا 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 بالنسبة لفلوسها. عايزة اقولك انها احسن واقيم من حاجات بتدفعي فيها مبالغ، ولازم تجربيها، خصوصا ان احنا في الصيف ومحتاجين ترطيب ومحتاجين ان بشرتنا تبقى بتلمع وشكلها حلو. تعالي شوفي الفيديو وقولي لي ايه رايك. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ دي نتيجة ماسك الزبدة والعسل والنشا. الوصفة دي ولا اروع يا بنات. هتجيبي مكعب زبدة صغير كده وتحطي عليه معلقة نشا وتحطي عليه معلقتين عسل اسمر. والله عليها فيدباك قمر. بعملها انا كل فترة كده، بس انت ممكن تستخدميها اول اسبوع كل يوم عشان توصل للنتيجة حلوة قوي قوي. خليني النهارده اكلمك على حاجات في الصيدليه سعرها اقل من 100 جنيه. اغلى حاجه فيها ما كملتش 100 جنيه، وارخص حاجه فيها ب 13 جنيه او ب 18 جنيه. كنوز في الصيدليه بتحل محل حاجات بتجيبيها بالوفات. تعالي النهارده ما اقولك معانا ايه. معانا اول حاجه والكينج بتاعنا الزنكوسيل. الزنكوسيل ده من الحاجات الحلوه قوي 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 قوي، ويستخدم بديل الصن. بتستخدميه بالظبط زي الصن، بتحطيه كل ساعتين وتجدديه. تاخدي منه حته صغيره كده على بشرتك وبعدين توزعيها، وبعدين كل ساعتين تجدديه. هتحطيه قبل الميك اب، بيخلي بشرتك نضره وجلوي وقمر، وبيديكي ضي كده ولا اروع. بجد من الكريمات الحلوه قوي قوي قوي، وكمان استخداماته كتير اكتر من كده، بس ده الوحيد اللي بينطلع بيه في الشمس. لو بصيتي على مركباته هتلاقيها نفس مركبات الصن بلوك. حلو جدا ورخيص جدا وب 18 جنيه. نيجي بقى للوحش بتاعنا ده الزنك اوليف. الزنك اوليف حلو جدا 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 جدا. ترطيب وبيشد البشره وبيغطي وبيأخر ظهور الخطوط التعبيريه. ليه؟ لان الزنك اوليف عباره عن زنك اوكسيد او اكسيد الزنك وزيت زيتون وزيت خروع. فالموضوع تركيبه ولا اروع، ترطيب ولا اروع. يعني تحطي منه حته قد الفوله كده اعملي. يعني انا بحط منه كتير خصوصا اصحاب البشره الجافه، لان انا ما بحطش بانتظام. فما بحط منه طبق يا بنات بحس ان بشرتي مترطبه كده وفلافي فلافي وقمر، وفي ضي كده جميل قوي. بس ده استحاله تخرجي بيه في الشمس لان فيه زيوت، واحنا اتفقنا ان الحاجات اللي فيها زيوت ما ينطلعش بيها في الشمس. ده ثمنه يعني بيتهيألي 70 80 جنيه. تحفه وكميه كبيره زي ما انت شايفه كده ما شاء الله، وهيكفي معاكي وحلو جدا جدا جدا. نيجي بقى للساحر الصغير اللي انا انصدمت منه ومن الفعاليه بتاعته. بجد حلو قوي قوي قوي. تيجي واحده تقول لي يا مدام اماني ده مضاد حيوي. حبيبتي ده مضاد حيوي بنحطه جوه عينينا. انا جربته وشال الهالات السوداء وشال رجل الغراب، وكمان حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لك ان الحاجات الغاليه مش الحاجات اللي مش بتمنها ومش بغلوها. في حاجات كتير قوي غاليه وبتجيبيها وما بتعرفيش تستخدميها، او بتستخدميها وما بتجيبش معاكي نتيجه. جربي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي اللي سعرها قليل، هتلاقي نتيجتها فعاله جدا 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 ومش هتزعلك. حتى لو ما جابتش نتيجه، منها ترطيب ومنها نضاره وكمان فلوسها مش كتير. الدور بقى على الحاجات اللي بندفع فيها مبالغ ليها قيمتها وبعد كده برضو ما بتجيبش معانا نتيجه وبتضطر تغيريها. وعايزه اقول لك كمان على معلومه، اي ماسك بتحطيه او اي كريم بتحطيه حطيه على بشرتك، على وشك وعلى رقبتك وعلى ايديكي. واي كريم بتستخدميه حطيه على بشرتك وعلى ايديكي وعلى رقبتك. وعايزه اقول لك ان الزنكوسيل ينفع للناس اللي بتخرج كل يوم وايديها بتسمر من السواقه. استخدمتي الزنكوسيل بالنهار واستخدمتي الزنك اوليف في البيت، اضمني ان مفيش اكسده بشره، مفيش اي حاجه. الزنك اوليف من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي بتمنع اكسده البشره نهائي، بس ممنوع تخرجي بيه في الشمس. فعشان كده خلصي مشاويرك اللي انت حطيتي فيها الزنكوسيل، وبعد كده في البيت وانت في البيت لو خايفه من اكسده البشره حطي الزنك اوليف. يا رب اكون وضحت المعلومه وقلت حاجه مفيده. وشكرا وبشكركم جدا جدا جدا، وعايزاكي اعملي اشتراك للقناه عشان الفيديوهات اللي جايه حلوه قوي قوي قوي. يلا بينا يلا بينا.